الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر. ما أتم الصائمون صيامهم بالإيمان والاحتساب. الله أكبر. ما قاموا ليله تهجدا وتدبرا لآيات الكتاب. الله أكبر. ما أخرجوا زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمسكين في هذا اليوم المشهود الذي تفتح فيه للخير جميع الأبواب. الله أكبر. ما رفع فيه الصائمون والقائمون والمنفقون أكفهم ضارعين إلى الله بالدعاء المستجاب. الله أكبر. ما أكثر الصلاة والتسليم على من اصطفاه الله لختام النبوات، سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلما تجددت على المسلمين الأعياد والمسرات، وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين أولي الهدى والرشاد. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، هذا يوم العيد، هذا يوم الجوائز، هذا يوم المنح، يوم الفرح والسرور، يوم تمام النعمة على العباد الموجبة لشكر المنعم على جزيل إحسانه، متمنين القبول من الله تعالى بمحض فضله وعظيم امتنانه. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا يوم يتاب القائمون بحق هذا الشهر صياما وقياما وتلاوة للقرآن وغير ذلك من أنواع البر ووجوه الإحسان في الفرائض والسنن والمعاملات والأخلاق الحسان. وهو يوم فرحة للصائم عند فطره، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وفرحته عند لقاء ربه أعظم وأفخم وأكرم وأبقى، كيف لا، وهي مغفرة الذنوب ورضوان الله والجنة. عباد الله، إن هذه النعم الجليلة والمنن الجزيلة المتوالية علينا تستوجب شكرها، وشكرها استدامتها بطاعة الله في رمضان وفي غير رمضان، والمحافظة على نتائجها المحمودة من التقوى التي هي الثمرة الكبرى للصيام وللصلاة والزكاة والحج وسائر العبادات. والتقوى هي عباد الله مراقبة الله تعالى في السر والعلانية، واستحضار عظمته وجلاله، ومراعاة أمره ونهيه، ومحاسبة النفس على أنفاسها، وحملها على التزام الخير واجتناب الشر في الخواطر والأفكار والأقوال والأفعال. وكذلك يكون الشكر استدامة حب الخير للغير ورحمة الخلق، والشعور بالرضا عن الله وبه ربا وإلها، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا ومنهج حياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فمن عاش بهذه المعاني عاش حياة طيبة وسعادة ما بعدها سعادة، وأثر العبادة سار على قلبه وقلبه، وفي قوله وفعله محمود العشرة، كريم السيرة، مصون الخلوة، يحبه القريب ويرغب في معاملته الغريب. تلكم عباد الله
بعض الفوائد الرمضانية والآثار الإيمانية التي يعيشها الصائم القائم إيمانا واحتسابا. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. نفعني الله وإياكم بقرآنه المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله ما أنعم وألهم، الحمد لله على ما أنعم وألهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعظم وكرم. عباد الله، إن من شعائر وآداب هذا اليوم المبارك السعيد أداء صلاة العيد إظهارا لشعائر الدين وامتثالا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي الأمين. ومن سنن هذا اليوم كذلك الذهاب إلى المصلى وإكثار الخير في هذا اليوم المشهور، وتوسيع دائرة الفرح والتقرب إلى الله تعالى بإدخال السرور على الفقراء والمساكين في سائر الطرقات. ومنها تهنئة المسلمين بعضهم بعضا بتمام النعمة والدعاء بقبول الأعمال. ومما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين قولهم: تقبل الله منا ومنكم، وما يشبهها من الكلمات الطيبة التي تدخل السرور على قلوب المؤمنين. ومنها صلة الرحم واجتماع الأسر وتزاور الأقارب وإحساس الجميع بالاهتمام وحسن الرعاية وجميل التقدير والاحترام. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم الناس الخير إذا صلى العيد يتعاهد الصحابة والصحابيات ويميل إليهن في مصلاهن ويعظهن ويبشرهن، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرفتي ثوبه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويستفاد من الأحاديث النبوية الشريفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على حضور جميع الناس لصلاة العيد وإشراكهم في الخير ودعوة المسلمين وتعميم الفرح والسرور على الجميع. ألا فاتقوا الله عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء ساداتنا الحنفاء ذوي القدر العلي والفخر الجلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم واقتفى أثرهم وسلك نهجهم القويم إلى يوم الدين. سر اللهم بنصرك المبين وتأييدك المتين من وليته أمر عبادك مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. اللهم توله بعنايتك واحرسه برعايتك وألبسه أردية الصحة والعافية، وحقق له ما يسعى إليه من رقي وازدهار لأمته وشعبه وللمسلمين جميعا آمين. اللهم أقر عين جلالته بولي عهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه السعيد المولى الرشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنك سميع مجيب. تغمد اللهم بواسع رحمتك وكريم جودك الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني
اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما في أعلى عليين مع المنعم عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم تقبل منا الصلاة، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واجعلنا هداة مهتدين، واعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أصلح شيبنا وشبابنا، اللهم أصلح شيبنا وشبابنا، اللهم أصلح شيبنا وشبابنا ورجالنا ونساءنا، وأصلح أحوالنا في الأمور كلها، أصلح أحوالنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وسائر موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم على بلدنا هذا الأمن والأمان والسلم والسلام والرخاء والسعادة يا رب العالمين بفضلك وكرمك. اللهم من أراد ببلدنا هذا بسوء واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ووحي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى آله الوافي العظيم الكريم وإفضاله وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. فاتحا ولدي وشياخ محبسين وكافة المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم ونال السلطان. اللهم انصر وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وعينه عليه، اللهم اصلح به وعلى يديه، اللهم احفظه فيه ولي عهده، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين اجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Shit.